في سنة 2035 وصلت طاقم سفينة هيرمس إلى كوكب المريخ في رحلة استكشافية لمدة 31 يوما شمسيا. وفي اليوم الثامن عشر كان الفريق يستكشف منطقة أسيداليا بلانيتية، وكان مارك عالم النبات يجمع عينات لتحليل كيميائي. في الوقت ده لاحظت بيث مشغلة النظام تحذيرا من عاصفة ترابية عبر الكمبيوتر، وبلغت الفريق بالرجوع بسرعة إلى الموقع السكني على سطح المريخ المعروف باسم هاب. أثناء متابعة الغيوم وهي تقترب، اقترح مارك وأليكس الكيميائي إنهم يستنوا العاصفة، لكن القائدة ميليسا توقعت إن العاصفة هتكون مدمرة جدا، فأمرت الكل بالإخلاء. بعد ما كانوا مستعدين فتحوا باب هاب وتعرضوا على الفور لعاصفة ترابية قوية. حاولوا التحرك خلال العاصفة بصعوبة، وكان مارك في آخر الصف لإغلاق الباب. ومع اشتداد العاصفة اللي كانت ممكن تطيح بمركبة الصعود المريخية أو MAF، ثم كان لازم يتحركوا بسرعة رغم اعتقاد مارك إنهم ممكن يثبتوها باستخدام الكابلات والعربة الجوالة. فجأة طارت طبق القمر الصناعي وضرب مارك بقوة وانطلق بعيدا في الظلام. الكمبيوتر بلغ بتحذير اختراق في البدلة، وما كانش الفريق قادر يلاقيه على الكاشف أو يحدد العلامات الحيوية الخاصة بيه. ميليسا طلبت من الفريق الوصول لمركبة الصعود، لكنها بقت تبحث شوية إضافية رغم تحذير الجراح كريس إن مارك مستحيل يكون على أيدي الحياة بسبب اختراق البدلة. ومع بداية العاصفة تسبب في اضطراب المركبة، ميليسا اضطرت تنضم للفريق وتوافق على إطلاق المركبة اللي غادرت المريخ، بينما كان الفريق بيحزن على فقدان صديقهم. في الوقت ده كان مدير ناسا تيدي في مؤتمر صحفي للإعلان عن رجوع الفريق بدون واحد من رواد الفضاء. على المريخ انتهت العاصفة، واستفاق مارك لما حذرته البدلة إن مستوى الأكسجين خطير. قطعة معدن متصلة بطبق القمر الصناعي اخترقت البدلة، لكنها كانت مغطية الفتحة بشكل يمنع تسرب الهواء، وده السبب اللي خلاه على إيد الحياة. مارك قطع السلك بسرعة ورجع لهاب، وصعب عليه إزالة قطعة المعدن من جسمه. باستخدام ملاقة الجراحة قدر يخرج القطعة المتبقية ويغلق الجرح. بعد كده سجل مارك فيديو لتوثيق اللي حصل حسابا إنه ميموتش. مع تلف الهوائي ما كانش عنده وسيلة للتواصل مع ناسا، والمهمة الأدمى للبشر هتوصل للمريخ بعد 4 سنين، لكنه مش متأكد إنه هيقدر يعيش لحد وقتها. ومع ظهور عاصفة جديدة قضى اليوم في الراحة، لكنه حس بالملل في النهاية. بدأ ينظف هاب ويجمع حاجات أصدقائه في صناديق مكتوبة عليها. مشاهدة الصور بتاعتهم خلت عنده الإصرار إنه مش هيموت هناك. وفي الصباح نظم كل الطعام بما فيهم اللي كانوا محتفظين بيه لعيد الشكر. مارك فكر بفكرة جديدة بسبب وجود شوية بطاطس. باستخدام خبرته كعالم نبات بدأ يشتغل على إنشاء دافئة زراعية جوه الهاب باستخدام تربة المريخ وفضلات الحمام بتاع الفريق كسماد. زرع كل البطاطس، لكن النباتات هتحتاج كمية كبيرة من المياه عشان تنمو. لحسن حظه عنده الأدوات والأجزاء اللي تسمح له يصنع جهاز يحرق الوقود الصاروخي المتبقي ويحوله لمياه. أول محاولة لتشغيل الجهاز انتهت بحريق، فمارك اضطر يصلح حساباته قبل ما يحاول تاني وهو لابس معدات حماية. المرة دي الجهاز اشتغل تمام وبقى عنده مياه لنفسه ولمزرعته. مع مرور الأيام مارك فضل يشتغل بجد ويدون كل حاجة في فيديوهات يومية. كان بيهتم بالمزرعة ويعمل صيانة لألواح الطاقة الشمسية اللي بره. في اليوم الرابع والخمسين كان مبسوط لما اكتشف إن النباتات فعلا بدأت تنمو. على الأرض مدير مهمات المريخ فانسنت طلب من تيدي إنهم ينظموا رحلة جديدة بدل ما يستنوا 4 سنين، لأن المهمة الأخيرة مكملتش. لكن تيدي رفض وقال إنه لو أرسلوا سفينة دلوقتي هيضطروا يعرضوا جثة مارك والناس مش هتتقابل ده. فانسنت اقترح إنهم يستخدموا الموضوع لصالحهم لو قدموا المهمة كعملية لاسترجاع الجثة للعيلة. بعد كام دقيقة في مركز الفضاء في تكساس، مشغلة استقبلت رسالة من فينسنت طلبت منها إنها تبحث عن إحداثيات معينة على المريخ. استخدمت القمر الصناعي لفحص المنطقة، وكانت مذهولة لما اكتشفت إن في تغييرات حصلت في اللهاب. بعد مكالمة طوارئ، تيدي وفينسنت ومديرة الإعلام آني وصلوا المركز عشان يشوفوا بنفسهم. استنتجوا إن مارك لسه حية، وبدأوا يناقشوا الطريقة اللي هيتعاملوا بيها مع الموضوع، عشان الناس مش هترحب بفكرة إنهم تركوا رائد فضاء والفريق هيشعر بالذنب. تيدي شايف إن مارك مش هيقدر يعيش من غير أكل، وفنسنت قلقان على الحالة النفسية لمارك اللي غالبا بيعتقد إن زملائه تخلوا عنه. في اليوم التالي ظهر تيدي في مؤتمر صحفي وأعلن إن مارك حية، لكن ما قدرش يجاوب على أي أسئلة لأنه محتاج معلومات أكتر. الفريق لسه ما معرفش حاجة عن الموضوع ده. في اليوم السبعين مارك قرر إنه لازم يفكر بشكل طويل المدى. الفريق اللي هيجي بعد 4 سنين هيهبط على بعد 3200 كيلومتر من اللهاب،
ومارك هيحتاج يلاقي طريقة يوصل بيها للموقع الجديد. المشكلة الأولى هي المركبة اللي بتشتغل حالياً، اللي بتقدر توصل لمسافة 35 كيلومتراً قبل ما تحتاج تتشحن. المشكلة التانية هي إن الرحلة هتاخد 50 يوماً عشان تكتمل، فمارك هيعيش في المركبة اللي فيها دعم حياة محدود. مارك استغل أجزاء من العربة اللي العاصفة دمرتها، وقدر يضاعف عمر البطارية للعربة اللي شغالة. قام بتجربة اختبار بالليل ولاحظ قد إيه الجو بيبقى برد، لكنه عرف إن تشغيل السخان هيستهلك بطارية كتير. لما رجع لهاب استنتج إنه لازم يطلع المولد الحراري الإشعاعي الكهربائي، وده مهمة خطيرة لأنه مليان بلوتونيوم. اشتغل بحذر شديد وقدر يستخرج المولد من غير أي حوادث وربطه بالعربة. على الأرض ظهر فينسنت في مؤتمر صحفي عشان يشرح نشاط مارك بعد ما لقطات القمر الصناعي بقت متاحة للعلن. قال إن مارك غالبا عايز يوصل لموقع الهبوط، لكن لو ناسا قدرت تتواصل معاه كانوا هيطلبوا منه يستنى لحد ما ينقذوه. بعدها تيدي وبخوا لأنه قال الكلام ده قدام الكاميرا وهما مش متأكدين من إمكانية إنقاذ مارك. كمان عايز يرسل مسبار إمدادات للمريخ، لكن الفريق قالوا إن بناؤه وإرساله هيحتاج 9 شهور. تيدي أمرهم يشتغلوا وقت إضافي ويخلصوه في 3 شهور. مدير الطيران ميتش كان بيصر على إنهم لازم يقولوا لفريق المهمة عن الموضوع، لكن تيدي رفض يعمل ده لحد ما يقدروا يتأكدوا من إنقاذ مارك. في اليوم ال79 مارك أخيرا جمع البطاطس من مزرعته، زرع البطاطس الصغيرة مرة تانية وخزن الكبيرة للأكل. بعد كده قرر يشوف الخريطة ويحاول يلاقي طريقة لحل مشكلة التواصل، وأخيرا جات له فكرة. راكب العربة وسافر شوية في اتجاه غريب فاجئ فينسنت في الأول، لكنه حماس لما ركز في الخريطة وفهم مارك رايح فين. بعد كام دقيقة مارك كان بيحفر في الرمل وطلع مسبار باثفايندر اللي وقف عن العمل في سنة 1997. أخده على العربة ورجع بيه لهاب وبدأ يشتغل على إصلاحه. في نفس الوقت فينسنت أسرع يروح لفريق الهندسة وطلع نسخة طبق الأصل من باثفايندر عشان يبرمجوا اتصال. في النهاية حصل اتصال بين النسختين وفريق الأرض استقبل صور من المريخ. مارك كان سريع جدا وعلق لافتة بيسأل فيها لو قادرين يشوفوه، بالإضافة لفتتين كاتبين نعم ولا. الفريق حرك الكاميرا عشان تشير لا نعم، ومارك احتفل. دلوقتي محتاج يلاقي طريقة يتواصل فيها بأسلوب علمي معقد باستخدام كاميرا ولافتات. مارك استخدم كمبيوتر بيت ولقى جدول فيه وحدات أبجدية رقمية وبدأ يرتبها حوالين باثفايندر باستخدام اللافتات. مهندسي ناسا فهموا بسرعة هو بيعمل إيه وكرروا نفس العملية في معملهم. لما كل حاجة كانت جاهزة بدأوا يرسلوا رسائل لبعض. مارك شرح لهم إزاي قدر ينجو وتأكد إنه وضح إن الفريق ملوش ذنب في اللي حصل. ناسا بدأت تبعت لمارك تعليمات عشان يبرمج العربة بحيث تقدر تتواصل مع باثفايندر عن طريق تعديل تردد الإرسال. مارك التزم بالتعليمات حرفياً واستلم قريباً رسالة من فونسانت بيبلغوا إنهم كانوا بيتابعوه وإن العالم كله واقف في صفه، وعدوا إنهم شغالين على خطط إنقاذ وإنهم هيرسلوا مهمة إمدادات عشان ياكلوا. لما مارك سأل عن فريقه فونسانت اضطر يشرح له إنهم ما أخبروش الفريق إنه حية لأنهم محتاجينهم يركزوا على رحلة الرجوع. مارك ما كانش مبسوط وبدأ يرسل شتايم كتير عشان يبوظ البث العالمي. تيدي اضطر يتكلم مع كبار المسؤولين ويقنعهم إن تصرف مارك كان بسبب الضغط النفسي، لكن ميتش أقنعه إنه يخالف فينسنت ويتواصل مع الفريق. بعد 4 شهور من مغادرتهم للمريخ الفريق اتفاجئ برسالة فيديو موجهة ليهم. كل رواد الفضاء اتجمعوا حوالين الشاشة وشافوا فيديو ميتش وهو بيبلغهم الأخبار العظيمة. زي المتوقع الكل شعر بالذنب لأنهم سابوا مارك وراهم. في اليوم 188 مارك شارك في تسجيلاته اليومية عن إزاي ناسا بقت تطلب تحديثات حتى على أبسط التفاصيل، وكمان عايزين يتحكموا في زراعته وكأنه مش عارف هو بيعمل إيه. كمان استلم رسائل كتير، منهم رسالة من الرئيس وأخرى من جامعته، وقالوا له إن أول ما تزرع نباتات في مكان بتبقى استعمرته رسميا. فمارك أعلن إنه استعمر المريخ. في البث الجاي ناسا طلبوا من مارك يلتقط صورة، وآني اتعصبت لأنه حاول يكون فكاهي بدل ما يعمل حاجة أنيقة للصحافة. لكن تيدي طلب منها تنشرها على أي حال مع إعلان عن إرسال الإمدادات خلال حوالي 9 شهور. الأكل المفروض يكفيه لحد وقتها، لكن تيدي كان قلق من حدوث أي مشكلة. في ليلة مارك خلص شغل صيانة بره ورجع لهاب، لكن حصل عطل سبب في ثقب في الجدار. فجأة كان في انفجار صغير وطارت غرفة التحكم في الضغط واتدحرجت شوية لحد ما اصطدمت. مارك نجا من الحادث لكن كان في ثقب في بدلته والأكسجين بيهرب. استخدم شريط لاصق عشان يغطي الشقوق وأعاد إحكام البدلة في الوقت المناسب. بعد كده مارك رجع لهاب
واتصدم لما لقى إن الانفجار أحرق كل النباتات بتاعته. جمع شوية حاجات ضرورية وراح يقضي الليلة في العربة، وهناك صرخ بغضب قبل ما يرسل رسالة للأرض. في ناسا، فانسنت بلغ الباقي إن الأكل المتبقي هيدي لمارك حوالي 200 يوم. النص دلوقتي متماشي مع اللهجة المصرية بحيوية وتفصيل. هل محتاج أي تعديلات تانية؟ تيدي أصدر أوامر على طول إن الكل يشتغل بسرعة أكتر على مسبار الإمدادات. عشان يشغلوا مارك عن الضغط، ناسا وصلت إشاراته لسفينة هرميس، ودلوقتي يقدروا يرسلوا رسائل لبعض. تاني يوم، مارك نظف الحديقة وسد الثقب اللي حصل بسبب الانفجار. بالليل حاول يرشد استهلاك البطاطس اللي عنده، لكن سماع عاصفة تانية بره زود توتره. على الأرض، عالم الفضاء ريتش ناقش مع زميل موضوع وقت رحلة المسبار، وكمزحة قال إن الأرض والمريخ في وضع سيء، والجملة دي ألهمته بفكرة. في نفس الوقت، تيدي فضل يدور على ثغرات في البروتوكول عشان يختصر الوقت وينجز أسرع. في اليوم 154، مارك قلل أكله لأبسط حاجة وبدأ يخلط وجباته بالدواء. بعد 4 أسابيع، المسبار كان جاهز، وكل موظفي ناسا تجمعوا عشان يشوفوا إطلاقه. في الأول بدأ إن كل حاجة ماشية كويس، لكن بعد شوية اكتشفوا إن في انحراف كبير، وفي خلال دقائق انفجر المسبار. الجو في القاعة اتغير فورا، وفانسنت كان عنده مهمة صعبة إنه يقول لمارك لما سأل عن التحديث. في اليوم 186، مارك بعت رسالة لميليسا بيطلب منها إنها لما ترجع الأرض تطمن على أهله وتحكي لهم كل حاجة عن وقتهم على المريخ. كمان قال لهم إنه بيحبهم وفخور إنه مات وهو بيعمل حاجة أكبر منه. في الوقت ده، وكالة الفضاء الصينية كانوا بيتفرجوا على تيدي في مقابلة بيشرح فيها إن المسبار فشل بسبب تقليل وقت التفتيش. الصين عندها معزز صواريخ متطور أكتر ممكن يساعد ناسا في إطلاق أسرع، لكنه كان دائما معلومة سرية. لو ساعدوا ناسا هيضطروا يخلوا الموضوع سري ومحدش في العالم يعرف. بعدها تيدي استقبل مكالمة منهم ووافق على الاتفاقية السرية. في الوقت اللي مهندسي ناسا كانوا بيحاولوا يخلصوا مسبار جديد في 28 يوم، ريتش انتهى من حساباته وسافر يقابل فانسنت عشان يقول له إن عنده خطة أفضل. فانسنت نظم اجتماع، وريتش عمل عرض باستخدام دباسة وأني وتادي. بدل ما يرسلوا المسبار مباشرة للمريخ، يقدروا يستخدموا معزز الصين عشان يعترض سفينة إيرميس. الطاقم هيقدروا يلتقطوا الإمدادات ويعملوا دوران حوالين الأرض بأسلوب السبينك شوت اللي هيحافظ على السرعة ويبعتهم بسرعة للمريخ عشان ينقذوا مارك، اللي هيكون محتاج يقبلهم في مركبة الصعود المريخية MAV. لكن الخطة دي هتزود 500 يوم على مهمة الطاقم. ميتشي شايف إن ميليسا والباقيين لازم يقرروا بنفسهم إذا كانوا عايزين يعملوا ده ولا لأ، لكن تيدي مش عايز يخاطر بفقدان فريق كامل، وأعلن إنهم هيلتزموا بالخطة الأصلية بدل خطة ريتش. على متن هيرمس، بيث اكتشفت رسالة مشفرة وفكت شفرتها عشان تلاقي خطة ريتش. الفريق اتجمع يناقش هيعملوا إيه، وميليسا أخدت لحظة تذكرهم بالعواقب. مش هيشوفوا عائلاتهم لمدة سنة كمان، وكمان اللي هيعملوه هيعتبر تمرد وهيواجهوا محكمة عسكرية. غير كده، المناورة بالسبينج شوت ممكن تفشل وتقتلهم كلهم. ومع ذلك، الفريق مفيش حد تردد وصوت لصالح تنفيذ الخطة. في ناسا استقبلوا رسالة من بيس بتضحك على ريتش قبل ما يلاحظوا إن هيرميس خرجت عن مسارها. تيدي ملقاش قدامه اختيار غير إنه يبعت آني عشان تتكلم مع الصحافة وتشرح الخطة الجديدة. كمان خمن إن ميتش هو اللي بعت معلومات الخطة لهيرميس سرة، وقال له إنه بعد نهاية المهمة هيضطر يستقيل. في اليوم 12 و90، مارك بدأ يشتغل على تعديل العربة، لأنه محتاج يشيل حاجات كتير عشان يقدر يوصل للحفرة اللي فيها مركبة الصعود المريخية التانية. ناسا كانت بتجري نفس الاختبارات في معاملها وبعتوله معلومات محدثة تساعده. العلماء الصينيين كمان جم مكاتب ناسا يشتغلوا على المعزز، لكن كان في مشاكل تواصل كتير بسبب اختلاف اللغة والثقافة. طاقم هرمس كلموا عائلاتهم عشان يبلغوهم إنهم هيستنوا 500 يوم كمان عشان يتقابلوا. في النهاية، العربة كانت جاهزة، ومارك خرج بتجربة للتأكد إن كل حاجة شغالة تمام. المعزز الجديد كمان تم اختباره بنجاح، والمسبار تم إطلاقه من غير مشاكل. هيرميس لقيته قرب الأرض، والفريق ربطه بالسفينة. بعد 7 شهور، مارك أخيرا كان جاهز يغادر، سجل تسجيله الأخير وقفل كل الأنظمة في الهاب. بعدها حط علامة على اليوم 461 على الحيطة ووقع عليها قبل ما يركب العربة. قدامه رحلة طويلة، وكان بيضطر يقف بانتظام عشان يعيد شحن العربة باستخدام ألواح الطاقة الشمسية اللي أخدها من هاب. كان بيستغل الوقت ده عشان يتأمل المناظر الطبيعية ويفكر إنه أول شخص يزور الأماكن دي. كمان كان بياخد غفواته أثناء الشحن. في اليوم 15 و70 بعد الميلاد،
ميتش والمهندسين اكتشفوا مشكلة: هيرميس مش هتقدر تدخل مدار المريخ لأنه مش هيبقى عندهم وقود كفاية للرجوع الأرض. مركبة الصعود المريخية MAF تقدر توصل بس للمدار المنخفض، فمارك هيحتاج ينطلق بسرعة كبيرة للهروب من الجاذبية. عشان يحققوا ده لازم يخففوا وزن MAF ب5000 كيلو. ميتش اقترح يشيلوا حاجات زي الكراسي، لوحات التحكم، وحتى بعض أنظمة البقاء. مارك هيضطر يلبس بدلته عشان يقدر يتنفس، وفريق هيرميس هيقودوا المركبة عن بعد من غير وسائل اتصال احتياطية. عشان يزيد الوضع سوء كان لازم يشيلوا غرفة التحكم في الهواء الأمامية والنوافذ، ويغطوا الجزء العلوي من مركبة الصعود المريخية MAF بالقماش بدلها. المخاطر كتيرة جدا، والمهمة نسبة فشلها عالية، لكن مفيش خيارات تانية. لما بعتوا الخطة لمارك رد عليهم بكلمة مش لطيفة. في اليوم ال35 وال80 مارك أخيرا وصل للحفرة وسجل تسجيل إضافي بيتكلم فيه عن جنون الخطة، لكنه اعترف كمان إنه عجبته فكرة إنه يبقى أسرع شخص في تاريخ السفر في الفضاء. بعد كده بدأ يشتغل على كل التعديلات وفضل يشيل أجزاء من MAF لحد ما بقى عنده الأساسيات بس، واتأكد من تغطية الجزء العلوي بالقماش. في اليوم ال65 بعد ال100 ميليسا رجعت خطة إنقاذ مارك وخصصت لكل فرد من الطاقم دور محدد عشان المهمة تمشي كويس، ولو حصل فشل الفريق مستعد يقفز من هرميس عشان ينقذوا صاحبهم. اليوم اللي بعده مارك أكل آخر وجبة عنده وكتب رسالة لرواد الفضاء اللي ممكن يلاقوا العربة في المستقبل، قال لهم يعتنوا بيها لأنها أنقذت حياته. على الأرض الناس تجمعت قدام مبنى ناسا وفي شوارع المدن الكبيرة حوالين العالم عشان يتابعوا مهمة الإنقاذ. بعد ما حلق لحيته وقص شعره مارك لبس البدلة وأخيرا دخل مركبة الصعود المريخية MAF. دلوقتي هرميس قريبة كفاية، فبقى يقدر يتواصل مع مارك من خلال اللاسلكي بدل الرسائل النصية، وبدأ يبكي وهو بيشكر أصدقائه عشان رجعوا عشانه. ميليسا بدأت العد التنازلي وMAF انطلقت من غير مشاكل، لكن بعد دقائق قليلة من الطيران القماش اتطير والضغط في الكابينة اتغير، فمارك حس بالدوار لحد ما فقد الوعي. هيرميس أغلقت الدافع عن بعد واكتشفت إن MAF خلص الوقود، وده خلاها أبعد عن السفينة الرئيسية من اللي كان مخطط له. الطاقم ممكن يصلح المشكلة باستخدام بعض الوقود الاحتياطي، لكن ده هيخلي السرعة كبيرة جدا بالنسبة لعملية الالتقاط. في اللحظة دي مارك فاق وقال إن حالته تمام لو استثنينا أضلاعه المكسورة. لما عرف بالمشكلة اقترح خطة جديدة، إنه يسقط بدلته ويستخدم الهواء اللي هيخرج منها كدافع عشان يطير ناحية هيرميس. الخطة دي سيئة، لكنها ألهمت ميليسا بفكرة شبيهة. قررت إنهم ممكن يفجروا غرفة هواء، والهواء اللي هيخرج يديهم الدفعة اللي محتاجينها. الفكرة خطيرة جدا، لكن مفيش خيارات تانية، فميليسا طلبت من أليكس يبدأ يصنع قنبلة باستخدام إمدادات السفينة بما فيها السكر البسيط. أليكس صنعوا قنبلة أقوى من الديناميت. كريس جهز القنبلة على غرفة التحكم في الضغط وابتعد. في غرفة القيادة الحسابات وضحت إنه لسه هيكون في فرق بسيط في المسافة، فميليسا أعلنت إنها هتخرج بنفسها وبدأت تلبس البدلة بسرعة. لما القنبلة انفجرت غرفة التحكم اتدمرت وخلقت التأثير المطلوب. لما هيرميس قربت من MAF قدر الإمكان كريس وصل ميليسا بالحبال عشان تبدأ المشي في الفضاء لإنقاذ مارك، لكن للأسف الحبل مش طويل كفاية، فمارك اضطر ينفذ فكرته بنفسه. مارك تقب بدلته والهواء بدأ يدفعه في كل الاتجاهات. حاول يسيطر لكن في النهاية قدر يطير خارج MAF. مع حسابات الطاقم ميليسا ضبطت مسارها ومدت يدها عشان تمسك مارك وهو معدي، لكن سرعته كانت عالية وأيديهم اصطدمت بس. لحسن الحظ مارك قدر يمسك الحبل وميليسا بدأت تسحبه لحد ما أخيرا قدروا يتقابلوا. الفريق سحبهم جوه السفينة وأبلغ الأرض إن المهمة نجحت، والناس حول العالم احتفلوا. لما مارك استعاد عافيته بعد التجربة دي وبقى في حالة صحية جيدة بقى مدرب للبقاء لمرشحي رواد الفضاء. بعد 3 سنين مهمة جديدة للمريخ تم إطلاقها بنجاح،